اصلا ما تقبلها. زين، موضوع الشهاده التدريبيه شنو ارتباطها انه تخليك انت مدرب على الفريق شباب نادي الناصريه؟ يعني شلون؟ ما مطابقه للشروط الاتحاد. ماشي. اولا كل قاعده اكو شواذ او اكو استثناء. تمام. هذا من العام هو الموسم الفات لا يجوز تدريب الفئات العمريه الا اصحاب الشهادات، والاستثناء منهم ابطال الدوري. اي بس هسه بطل الدوري مو صار لك 3 سنوات تسولف بهذا الموضوع. هو انا عندي استثناء من الاتحاد، انا بطل دوري عراقي يا عباس. استثناء موسم واحد له 4 سنوات. انت بطل دوري، استثنينا لك سنتين يابا وضبط وضعك الفني الاداري. دخلت هسه انا شلون اسمه موجود بالسيستم، دخل الدوره مساعد بي مدرب منو؟ شوف انت وبالبدايه هم ايش يردون كادر فني مستوفي الشروط. زين تمام. هسه باكر اذا استقال الكابتن مؤيد مثلا، بقى الكابتن سالم، ولا ما يصير هم ما يتفارقوا. بس يعني نقول اذا استقال المدرب وبقى مساعد المدرب، النادي او يمشي لو ما يمشي. يعني لازم اكو مدرب عنده شهاده اي؟ مو شرط. هو انت استوفيت الشروط بالبدايه، اكو كان عندك مدرب. ومنو بالبدايه كان مستوفي الشروط عندك؟ يعني انا وجبت الولد احمد اديم، يعني طيب الذكر من اهالي البصره. يعني هسه هذا على كلامك دخل بالسيستم وراح وانت كملت المسير. بالضبط. يعني هيك كان الاتفاق وياه؟ لا اتفاق مدرب ويانا مستمر، بس بعدين صارت عنده ظروف، هو يعني مدرس رياضه وبعد ما قدر يجي الولد استمرينا.